السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم بألف خير وسلامه ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البسطيله د الحوت كتجي رائعه وممتازه وهائله. شنو عندي في هذا الحوت؟ عندي هنايا الميرلا كيلو و800 ديال الميرنا، وعندي هنا الكريفيت بقشره ديالو هذا نحلو، وعندي كريفيت منقي، وعندي هنا لي صوص ديال الصوجا الثقيله والخفيفه. وهذا المكون هذا رائع، هو القشور ديال الكريفيت كنيبسهم في الفران وكنطحنهم باش كنسلقوا بهم الشعريه ولا كنديروهم في الصوبه، كيجيو روعه روعه روعه. وعندي هنا الفيرميسيل 250 غرام ديال الفيرميسيل رابعه. هاد البسطيله د الحوت ديال 32 كندير فيها رابعه ديال الشعريه الفيرميسيل. عندي هنايا كيلو ديال السيبيه، وعندي كيلو ديال الكروفيت، وعندي كيلو 800 ديال الميرنا. درت فيها هي غادي ندير فيها غير كيلو، درت فيها كيلو 800. هنا عندي واحد شرموله روعه روعه. شنو كندير فيها؟ كندير شرموله ديال الحوت تماما، وكنزيد فيها غير لي صوص فقط. كنديرو في الحمراء، ما كنديروش الكمون، كنديرو في الحمراء. كنديرو شويه ديال الهريسه، القزبور، الثومه، وكنديرو هاد الشرموله هادي وكنديرو فيها هاد جوج ديال لي صوص كيجيو هائلين. وكنشرملو بهم هاد الحوت ديالنا. بعد ما كيتطلق كنقطعوا هاد الميرنا شرائح على هاد الشكل هكذا، عفوا كنقطعوا الكلاما السيبيه شرائح. وهذا الشامبينيون تا هو حيت ديال البواطه، عندي درت جوج ماركات ديال الشامبينيون تا هو كنشرملو بهاد الشرموله هادي. السيبيه قطعت على هاد الشكل، كروفيت تا هو كذلك فسختو وشرملتو. الحوت في الفران، هذيك الميرنا ديالنا تا هي شرملتها ودرتها في الفران كطيب. هذيك ما كنطيبهاش نصوطيها في المقلاب مع الزبده، لا كنطيبها في الفران. هنا درت ديك الشرموله، ها هما باقيين مشرملين، باقيين ما صوطيتهمش. ما نقولش لكم هاد الشرموله كيشبعوا شرموله، خليهم من الاحسن يباتوا بالليل وفي الصباح هاد تجمعوا هاد البسطيله، اولا ديروها في الصباح وبالليل عاد تجمعوها. هذا اللي تبقى لي في هاد الشرموله. غادي نولي نستغلو في هاد الفيرميسيل ديالي. انتم الفيرميسيل دخلت فيها شويه كذلك باش ما تجيش ديك الفيرميسيل باسله وتجي غير بيضه وباسله، حتى هي دخلت لهاديك الشرموله باش ملي كتاكل الفيرميسيل كتجيك بنينه. هنايا هاد الميرنا ديالي درتها في الفرن كطيب، ما درت لها لا زيت لا حتى شي حاجه، درتها غير في الفران كطيب على هاد الشكل هكذا. خليتها طلقتها وخليتها عاد نقبطها ونقيها شويه من الشوكولا. كانوا فيها ما فيهاش الشوك بزاف، ولكن ملي كنحيدو لها الشوك اللي باين وكنخليوها طريفات كبارين هكذا. هاد البسطيله ديال الحوت كتجي روعه 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 هائله وممتازه. كنتمنىكم تجربوها، اكيد تعجبكم. هانتوما بعد ما قطعت الميرنا ديالي على هذا الشكل هكذا والكالامار وكلشي صوطيته حتى الشامبينيون. هنا عندي 250 غرام ديال الفرماج احمر، عندي ربعه ديال الفرماج احمر كنديرها 250 غرام، كندخلها في هاد الشعريه هكذا، والبقيه كنديرها من الفوق. البسطيله ديالنا ملي كنبغي نمونطيها كندير فوق منها الفرماج. هنا جبت الورقه ديالي، الورقه روعه، الورقه ديال البخار ماشي الورقه العاديه، الورقه ديال البخار كتجي هائله وممتازه في هذه البسطيله. كتجي شفافه ورقيقه، ومنين كتاكلي الورقه ما كتاكليهاش غليظه بحال اللي كتاكلي العجينه. كتبقى البسطيله ديالنا هائله ورائعه. وهنا عندي البيض، كنفيكسيو بالبيض وكنديروا الزيت والبيض باش كنفيكسيو هاد الورقه ديالنا ما تطرطقش لينا. كنجيبوا الفيرميسيل ديالنا، راه دخلنا فيها شويه ديال الكالامار وشويه ديال شويه ديال السيبيه وشويه ديال الكروفيت دخلناه فيها، وكنديروا الفرش او كندخلوه من الداخل هو الفرماج، وكنوليو عاد نديروا الطبقه ديال الفيرميسيل كنخويو فوق منها السيبيه كيف كيتوضح لكم في الصوره والكروفيت، وكنوليو نديروا الفيرميسيل وعاد كنديروا الطبقه الاخيره. كنستفوا هاد السيبيه بهذه الطريقه هكا، والكروفيت كذلك بهذه الطريقه كيف كيتبين لكم، والشرائح ديال الميرنا الطريفات ديال الميرنا كنخليوهم حتى الاخير وكنزلعوهم على هاد البسطيله. كتجي غانيه بالحوت ورائعه وممتازه والمذاق روعه. وعندي واحد الملاحظه هنايا، ان هنا هاد البسطيله هادي
محيت كوموند ما درتش فيها الحار الهريسه بزاف، درت فيها غير شويه لان ماليها ما بغاوش فيها الحار بزاف، بغاو الحار ما يكونش باين، داكشي علاش انا ما درتش فيها الحار باين. وكنقبط الفرماج في الاخير وكنوضعو بهذا الشكل هكذا، كنوضع الفرماج بهذا الشكل هكذا في الاخير، وكنقبط وكنلف الورقه بهذا الشكل هكذا، وكنفيكسي بالبيض. كنفيكسيوها بالبيض وكنجمعوها. وكنبقاو حتى للاخير بهذا الشكل هكذا وبهذه الطريقه هكذا حتى تنجمعوا البسطيله ديالنا. وفي الاخير كنوضعها بعد ما كنمونطيها وكنجمعها، كنوضعها في الفرن وكنديرها طيب وكنزينها بواحد بريوات، يعني تزيين نتوما والكروكي ديال البطاطس والفرماج، يعني نتوما كتزينوا تزيين اللي بغيتو واللي حبيتو، يعني تزيين كيبقى حسب رغبه اي سيده وحسب ذوق اي سيده، يعني تزيين ما تقيدوش بالتزيين اللي غادي ندير انا، مي ديروا التزيين اللي بغيتو نتوما. هنا كنقبط واحد الشرائح ديال الورقه ديال البسطيله وكنزينوا بها الجنيبات هكذا كيف كيتوضح لكم في الصوره. كنقطعوا هاد الجنيب، الا بغينا نديروا الجنيبات بربعه كنديروهم بربعه، انا غادي نكتفي غير بهذا الجنب هذا والجنب اللي المقابل ديالو، الجهه المقابله ديالها فقط. هانتوما شوفوا الورقه كي كتبان شفافه رائعه ورقيقه وممتازه الصراحه، كتجي روعه في البسطيله، ما كتاكلوش بسطيله وهي معجنه بالورقه، حتى البريوات ديال البسطيله والمحينشات ديالها كيجي روعه صراحه، كيجيو شفافين ورائعين وممتازين. وكنلفو بهذه الطريقه وكنقصوا ديك الجوانب باش ما يجيناش الورقه تجينا غالبه على الحوت، يعني خصنا حنا ناكلوا الحشوه من الداخل وناكلوا الحوت ماشي ناكلوا غير الورقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي، كنتمنىها تعجبكم وترقكم. زينتها بهاد البريوات، درت كبارين وصغارين وشرائح ديال الحامض، وزينتها بالفرomاج والكروفيت من الفوق والكروكيت بالبطاطس والفرomاج كذلك. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم ويرقكم وينال استحسانكم، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل ومع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده عفوا على الجميع، وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تدعموني بارائكم وانتقاداتكم كذلك. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فيديو اخر باذن الله، ونخليكم تستمتعوا بهاد الصور وبهذا الفيديو الرائع ديال هاد البسطيله اللي كتجي رائعه وهائله وغنيه بالسمك.